يا حيوان يا حيوان، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا حيوان ابعد عني. حالات التحرش والاعتداء الجنسي ما بقتش للبنات والسيدات بس. الاول كان كل اللي بنسمع عنه ان الحالات دي بتحصل للبنات، وكان التفسير الوحيد للناس اللي ما عندهمش عقل، اللي ما بيحبوش يفكروا، كانوا دايما يقولوا ان البنت هي السبب، حتى لو البنت دي منتقبة، حتى لو مش باين منها صباع رجليها، حتى لو مش باين منها ضوافرها، برضه بيلوموا عليها، بيقولوا لها انت ايه اللي نزلك؟ او لو بنت مش متحجبه بيقولوا انت السبب، المفروض تستتري. لو بنت نزلت من البيت بيقولوا لها انت ايه اللي نزلك في الميعاد ده؟ ولو نزلت في ميعاد شغلها هيقولوا لها انت المفروض تقعدي في البيت وما تشتغليش اصلا علشان تحمي نفسك. قال يعني ربنا خلق الكوكب وخلق الحياه كلها للرجاله بس، وامرنا ان احنا نتوئد ولا نروح نشتغل، ويا عيني اللي اترملت بدري تسيب اولادها جعانين وما تدورش على مصدر رزق ليها. البنت اللي حابه تكمل تعليمها وتروح الجامعه تقعد في البيت تقضي حياتها في جهل وعتمه وضلمه، علشان عندنا مبرر وحيد، هو انك لو نزلتي هتتعرضي للتحرش او للاعتداء الجنسي. طيب لو قررنا نسمع كلامكم ونقعد في البيت، تقدروا تفسروا لنا حالات التحرش اللي بتتم دلوقتي على اطفال صغيرين وكمان على رضع؟ يعني البيبي الصغنونه اللي قد كده اللي عندها 10 شهور اللي تم اختطافها واغتصابها دي، ايه تفسيركم على اللي حصل لها؟ هل مثلا الحفاضات اللي كانت لابساها كانت مثيره فاثارت الشاب اللي خطفها وعمل فيها كده؟ طيب الولد الصغنون يا حبيبي اللي مامته مودياه المدرسه عشان يتعلم، وبرضه الموظف في المدرسه كان بيستدرجه وبيعتدي عليه بدل مره 2 و3 و4 و10 الى ما لا نهايه، وما تعدوش بقى. وطبعا المجرم ده زي ما عمل في البيبي او الطفل ده مره هيعمل في غيره وهيعمل في الافات مؤلفه. الاول كنتوا بتتهموا ان البنت هي السبب، دلوقتي ما بقتش بنات بس، وما بقتش سيدات بس، وما بقتش في سن مراهقه او في سن انوثه او في سن ملفته فيه للنظر، بقت بيبي، وغير البيبي بقى ولد. فتقدروا تفسروا لي بقى بالمنطق اللي انتوا شغالين بيه او بالعقل اللي مش موجود اصلا عند بعض الناس وبيفضلوا يبرروا للمجرم ده فعله؟ برروا لي كده ايه سبب او سر اعتدائه على ولد، وايه سبب سر اعتدائه على الاطفال؟ مستنيه تبريركم. ما عندكوش تبرير صح؟ الحقيقه ان الشماعه اللي كنتوا دايما بتعلقوا عليها الافعال دي وهي البنت مش موجوده في الحالات دي، البنت مش موجوده دلوقتي. يعني اخر قصه سمعتها وقررت علشانها اعمل الفيديو ده هي بنت من ذوي الاعاقه العقليه. البنت ما بتعملش اي حاجه تثير اللي قدامها، لبسها محتشم زي ما انتم شايفين، تم اختطافها والاعتداء عليها لمده 4 ايام. تقدروا تفسروا لي بقى السبب ورا ده ايه؟ هل هي السبب؟ وعن شرط مش شاب صغير او راجل ما اتجوزش ممكن نقول ما قدرش يسيطر على اعصابه، ما قدرش يسيطر على غرائزه، راجل كبير عنده 70 سنه وكمان ليه اولاد، واولاده فرحانين ان هو طلع من الحبس، اللي ان شاء الله باذن الله احنا هنفضل وراه لغايه ما القضيه تبقى قضيه راي عام ويتحبس، وممكن الموضوع يوصل للاعدام. احنا مش هنسكت غير لما الناس دي تلاقي قانون رادع. انا عن نفسي مش ناويه اسكت غير لما الناس دي تلاقي قانون رادع وتلاقي عقوبه قويه جدا تخليهم قبل ما يفكروا بس يفتكروا الحاجه اللي هتحصل لهم. والله بقى الشنق في ميدان عام، الرمي بالرصاص، تدمير بعض الاعضاء عندهم مش مهم، المهم ان انا يوم ما اجيب اولاد ابقى مطمنه على اولادي ان الناس دي ما تقدرش تقرب لهم، علشان هم عارفين ان في قانون، وعلشان انتوا كمان ليكوا اولاد، وعلشان انتوا كمان بقيتوا حاسين بضغط نفسي رهيب لمجرد فكره انه ممكن حد يعتدي على بناتكوا او على اولادكوا، لان هم ما بيفرقوش. فاحنا محتاجين نتكاتف مع بعض، محتاجين ايدينا في ايد بعض. اول حاجه ننشر الوعي، علشان لما هننشر الوعي نعرف نرد على الناس اللي بتبرر الفعل ده. الناس اللي انا من وجهه نظري يا اما هم عندهم حد اصلا هم ربوه مجرم وسلوكه منحرف، فبالتالي هم بيدافعوا عن اي حد شبه المجرم اللي هم ربوه، او هم بيكونوا مجرمين بطبيعه الحال بس يا ما جاتلهمش الفرصه يمارسوا اجرامهم فمن جواهم بيدافعوا على اللي شبههم، او
او جات لهم الفرصه ومارسوا اجرامهم بس محدش اكتشفهم. ففي الفيديو ده انا هشرح لكم النظريه النفسيه لفرويد اللي بتفسر السلوك الاجرامي ده بيتكون ازاي. فصحصحوا معايا كده وركزوا معايا، علشان زي ما انا هشرح لكم النظريه دي مطلوب منكم تشرحوها لاولادكم، مطلوب تفهموها كويس قوي، علشان المجتمع اللي احنا فيه ده مش هيتغير غير بايدينا احنا، مش هيتغير غير لما احنا نقول على الغلط غلط ونصلحه بايدينا، ونقول على الصح صح ونبروزه ونزوده. فيلا بينا بقى مع بعض اعملوا لكم حاجه تشربوها وهنشرح مع بعض النظريه التحليليه لفرويد المفسره لتكوين السلوك الاجرامي. ودلوقتي احب اقول لكم جاهزين؟ يلا بينا. طبعا انتوا فاكرين من الفيديوهات اللي فاتت ان انا وانتوا اتفقنا مع بعض ان احنا محتاجين نفهم سلوكيات المجرم دي ازاي بتتكون، وازاي نقدر نحمي نفسنا ونحمي اهالينا واولادنا منها. وطبعا اتفقنا ان احنا علشان نقدر نحمي نفسنا منهم لازم نفهم دماغهم بتشتغل ازاي او افكارهم بتيجي ازاي. وعلشان كده اتفقنا ان احنا هنشرح مع بعض في كل فيديو نظريه معينه بتفسر السلوكيات دي ونجيب امثله عليها. ولو انتوا مش فاكرين تقدروا ترجعوا للفيديوهات اللي عدت علشان تفتكروا احنا اتفقنا على ايه. دلوقتي بقى هندخل على شرح النظريه. نظريه النهارده نظريه التحليل النفسي لسيجموند فرويد. عايزاكم تفتكروا الاسم ده كويس قوي علشان العالم ده هيدخل معانا في كام فيديو جايين ان شاء الله. هنشرح من خلاله النظريه بتاعته بتفسر كل المجالات اللي احنا هندرسها ازاي. النهارده بقى هنشوف نظريته دي بتفسر السلوك الاجرامي ازاي، وازاي مجرم ممكن يخطف طفل او طفله او يعتدي على شابه او يعتدي على ست كبيره، وازاي ممكن يكون هو سنه كبير ومتجوز ومخلف وعنده اللي يشبع رغباته وبرضه بيعمل كده. اول حاجه فرويد شايف ان الشخصيه ليها 3 مكونات. ال3 مكونات دول مختلفين عن بعض، وال3 مكونات دول طول ما هم متفقين مع بعض الشخصيه بتكون سويه، بيكون انسان طبيعي، انسان صالح بيقدر يستخدم كل الموارد اللي ربنا اداها له في اتجاه صحيح. لكن لو ال3 مكونات دول مش متفقين مع بعض وفي خناقه دايره ما بينهم كده، الشخصيه دي بيكون عندها اضطراب معين، والاضطراب ده بينتج عنه سلوكيات معينه هنفهمها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. يلا بينا بقى نفهم ال3 مكونات دول اسمهم ايه وبيعملوا ايه، وال3 مكونات اللي جوانا دول هل هم جوانا كلنا ولا عند المجرم بس؟ الحقيقه ان ال3 مكونات دول عندنا كلنا، بس اللي بيفرق ما بيننا وما بين شخص تاني او بيفرق ما بين الشخص المجرم والشخص السوي هي الخناقه اللي دايره ما بين الشخصيه. هل المجرم بيقدر يسيطر على الخناقه دي ولا بيكبر بمزاجه؟ اول مكون معانا هنشرحه وهو الهوى. المكون اللي معانا اسمه الهوى ده بيكون مسؤول عن الغرائز اللي جوه الانسان. الغرائز بالمناسبه اللي بتشترك ما بيننا وما بين بقيه الكائنات الحيه، يعني الحيوان دايما برضو بيدور على اكله وشربه وعلى التكاثر. الانسان برضو اللي المكون اللي اسمه الهوى بيكون مسيطر عليه ما بيدورش على حاجه في حياته غير برضو الغرائز دي، بيدور على انه ازاي يقدر ياخد الحاجات اللي هو عايزها دي باي شكل من الاشكال. يعني عايز ياكل ممكن يسرق علشان ياكل، عايز يتكاثر وهو طبعا ما بيبقاش عايز يتكاثر، احنا بس بنجمل الكلمه شويه. بس احنا طبعا خلينا متفقين ان في العلم بنقول الكلام نصا كده، ما بنزوقهوش ولا بنجمله علشان يكون واصل للمشاهد وخطورة الموقف تكون واصلة للمتلقي، ولا هنزوق كلام ولا هنجمله ولا هندفنه. بنقول الكلام مباشرة علشان المفروض اللي بيتفرج عليا شخص واعي وعاقل وناضج، ففاهم ان الكلام ده كله في سياق علمي، واحنا متفقين ان الدين والعلم بيقول لنا كل المشاكل اللي في حياتنا وبيواجهنا بيها مباشرة من غير ولا يجمل ولا يحلي ولا يداري. فالمكون اللي اسمه الهوى ده لو عايز دلوقتي يمارس الغريزة الجنسية ممكن يروح يخطف طفل صغير ويمارس معاه الغريزة، مش مهم. المهم ان هو بيعمل اللي هو عايزه، بيمارس الغريزة بتاعته دي تحت اي بند، تحت اي وضع، في اي مكان، ما بيفرقش معاه اي حاجة نهائي. وده المكون الاولاني اللي بالمناسبة
جوانا كلنا. المكون الثاني اللي هو الانا الاعلى. احنا عندنا 3 مكونات، الاول اللي هو الثاني الانا، الثالث الانا الاعلى. بس انا هشرح لكم الانا الاعلى قبل الانا. الانا الاعلى دي ببساطه كده هي الضمير. الضمير اللي بيكون مكون من كل القواعد والقوانين والقيم والمبادئ اللي الانسان بيكون اتربى عليها. هي دايما اللي بتوجه الانسان يعمل ايه وما يعملش ايه. دايما الضمير بيكون شغال ودايما بيوجه الانسان للطريق الصح وبيبعده عن الطريق الغلط، الطريق الخير اللي هيلاقي في الاخر ثواب في الدنيا او في الاخره عنه، وبيبعد عن الطريق المؤذي اللي دايما هيلاقي طريق مسدود في الدنيا او في الاخره. دلوقتي عندنا مكونين عكس بعض تماما. مكون غريزي دايما بيدور على شهواته وملذاته والغرائز الخاصه بيه. مكون تاني هو الضمير دايما عنده قيم وقواعد ومبادئ وقوانين. المكون الثالث بقى اللي في النص هو الانا. الانا دايما لو شخصيتها قويه والاهل من الاول دربوها واهلوها ان هي تقدر توقف الهوى عند حدودها وتقدر تنفذ رغبات الانا الاعلى بطريقه تناسب الشخصيه اللي موجوده، في الحاله دي الشخص ده بيكون على اكمل وجه، بيكون على نسبه عاليه جدا من السواء. المشكله هنا بقى بتحصل امتى؟ بتحصل لما بيكون في خناقه ما بين الهوى وما بين الانا الاعلى. لو الانا اللي في النص ضعيفه كفايه مش هتقدر تخلص الخناقه دي، والخناقه دي يا هتفوز بان الانا الاعلى هيجبد كل الغرائز اللي جوه الهوى ويخليها داخل الانسان، هنا بيحصل اضطراب للشخصيه دي، او الانا الاعلى هتنهار وهتخسر واللي هيكسب هو الهوى. في الحاله دي الانسان بيتحول لوحش مجرم بيعمل كل اللي هو عايزه تحت اي بند وتحت اي وضع، يخطف، يسرق، يقتل، يعتدي، ايا كانت الحاجه اللي هو عايز يعملها بينفذها فورا، لان مفيش ضمير، وقع، والانا ضعيفه كفايه لدرجه انها مش قادره تقول لا للهوى. انا جوعت قوي. عندك حق، انا كمان جوعت. طب بقول لك ايه، ما تيجي تسيبك من العبط اللي انت بتعمليه ده وناخد بعضنا كده في محل فاتح على اول الشارع، احنا نضحك على الراجل اللي واقف ونعمل حاجه من الاثنين، يا اما نفتح الدرج بتاع الفلوس ناخد الفلوس ونروح نشتري الاكل اللي احنا عايزينه، يا اما نخطف كام سندوتش من السندوتشات اللي موجوده دي وناكلها ونتبسط، وبالمره واحنا معديين نعدي على السوبر ماركت اللي هناك اللي واقف فيه بنت صغيره كده، نقوم ضاحكين عليها بشويه كلام كده، ولا نقعد نضحك ونهزر معاها، واحنا بنهزر معاها كده نسهيها وبايدينا من ورا كده نقوم واخدين لنا شويه شيبسي وشويه حلويات ونسهر بقى يا ستي ونتبسط، بلا شغل بلا وجع دماغ. ايه يا بنتي اللي انت بتعمليه ده؟ عندنا شغل وعندنا اكل عيش. انتوا بتقولوا ايه انتوا الاثنين؟ يا دي النيل يا دي النيله، حضرتيها استقبلي بقى. دلوقتي هتفتكر لك كل القواعد والقوانين اللي في الدنيا وترصها لك راس، وهتفتكر لك كل الايات القرانيه اللي بتمنع السرقه وبتفهمنا ان السرقه حرام وهتودينا النار. انا ايه اللي خلاني اقول ان انا جعانه يا ربي؟ ما انا كنت شغاله وساكته. انا ايه اللي خلاني اصحيكي؟ انا ايه اللي خلاني اصحيكي من جوايا؟ ما انا كنت قاعده ساكته. هو ده السبب، بقي ده السبب، يا ريتني ما نطقت. سرقه ايه وكلام فارغ ايه؟ انتوا مش عارفين السرقه دي عواقبها ايه؟ مش عارفين المجتمع هيقول عليكم ايه؟ مش عارفين ان السرقه دي فعل ضار بالمجتمع والبيئه اللي حواليكم؟ مش عارفين ان السرقه دي اخرها النار؟ مش عارفين ان السرقه دي ليها عقاب في القانون؟ بقول لك ايه، ما توجعيش دماغنا بقى بالقوانين والقواعد اللي انت بتعمليها دي. ده هو سندوتشين اللي هناخدهم وازازتين بيبسي وكيس شيبسي، مش هنكتر عن كده. مجتمع ايه اللي هيبوظ من سندوتشين وكيس شيبسي يعني؟ انا عايزه افهم، انت اللي اوفر ومكبره الموضوع. انا اللي اوفر ومكبره الموضوع ولا انت اللي كائن شهواني ما عندكش اي ضمير؟ ايه انت مش فاكر اي حاجه من التربيه اللي اهل الكائن اللي احنا جواه ده ربوها؟ ايه ما كنتش فاكر ابوها لما كان بيعرفها الحلال من الحرام؟ ما انت كنت معانا، ما احنا الثلاثه كنا مع بعض وهي بتتربى وهي صغيره لما اهلها كانوا بيفهموها الصح من الغلط، ولا انت كنت نايم؟ ما انت كائن غريزي عايز تاكل وتشرب وتنام، ما بتعملش اي حاجه غير كده. بقول لك ايه يا انت لو سمعت كلام الكائن ده الشهواني ده احنا الثلاثه هنروح في داهيه. اوعى تسمع كلامه وانا مش هسيبك في حالك. اسمع كلامه؟ هو انا عبيط؟ ما انا عارفه ان انت صاحي طول الوقت، هو اللي بينام شويه وناسي ان انت موجود معانا على طول. ماشي يا ضمير.
بقول لك ايه، وانت اسكت، احنا هنخلص الشغلانه اللي في ايدينا دي بسرعه ونخلصها كده ونقبض الفلوس ونروح نشتري اكلنا بالحلال بما يرضي الله، علشان انا لو سمعت كلامك ورحنا سرقنا وانت ضحكت عليا بكلمتين هو ما هوش هينيمني، وانت هتروح تنام بعد ما اكلت واتبسطت وانا اللي هفضل صاحيه بتخانق معاك. لا شكرا. شايفين الحوار اللي داير ده؟ هو نفس اللي بيحصل جوه اي بني ادم ما بين مكوناته الثلاثه على حسب كلام سيجموند فرويد. لو شخص عايز ياكل ممكن يستسهل ويسرق، ولا يتعب نفسه ان هو يروح يشتغل ولا يبذل مجهود ولا يستنى اخر الشهر او حتى يستنى اخر اليوم لغايه ما يقبض. كل اللي هو هيعمله ان هو هيتحرك ويروح يسرق. لو الانا ضعيفه مش هتقدر تسيطر عليه، ولو الانا الاعلى ما كانتش اصلا من الاول متربيه على القواعد والقيم والقوانين اللي البني ادم السوي اتربى عليها، فالاتنين بيطلعوا بره الحسبه خالص. واللي بيقود البني ادم هو المكون الاولاني، المكون اللي ما بيمشيش غير الغرائز بتاعته. قال هو دايما بيوجه الشخص لو جعان يسرق، لو عايز يمارس العلاقة ممكن يزني لا قدر الله، يقضيها مع بنتين ثلاثة، أو يخطف ويعتدي على أي حد، أو يمشي يتحرش بأي حد في الشارع. مش أوقات كتير قوي بنستغرب إيه اللي خلى بني آدم يلمس واحدة كده ويبقى مبسوط قوي بعد ما لمسها؟ هو بيمارس الغريزة بتاعته اللي هو سايقة البني آدم ده، لأن هو بني آدم شهواني، حيوان من الآخر زي ما احنا قلنا كده في أول الفيديو عليه. البني آدم ده ما بيبقاش ليه حل غير حاجة واحدة بس، وهو القانون. القانون بياخد مجراه مع البني آدم ده وبيعاقبه، ولو ما تعاقبش بيفضل طول الوقت يمشي ينشر فساده على خلق الله، سرقة، خطف، اعتداء. ومش شرط يكون اعتداء جنسي، ممكن يكون اعتداء بدني، ممكن يكون هو بيضرب اي حد، بيتخانق مع اي حد. هو عايز يمارس الغرائز البدائيه اللي عنده، زي ما احنا بنشوف الحيوانات كده، مش بنشوف شويه كلاب كده بيقعدوا يتخانقوا مع بعض ويهوهوا على بعض، شويه قطط بيقعدوا يخربشوا مع بعض لما بيعوزوا يتكاثروا في الشارع كده في اي وقت في اي مكان. هو الانسان ده بيكون كده، هو ما بيبقاش انسان يعني، وبيبقى كائن كده ما بيننا يعني. ففي الحاله دي يا اما بنعدل سلوكه يا اما القانون بياخد مجراه، ولازم القانون ياخد مجراه، علشان لو القانون ما اخدش مجراه الناس دي هتنتشر حوالينا وهنبقى حرفيا عايشين في غابه. ولا تيجوا تقولوا لي بقى اصل البنت السبب، اصل لبسها السبب، اصل ايه اللي نزلها من بيتها، اصل هي ما اتوقدتش ليه. نوقدها علشان دول ينتشروا في الغابات وينتشروا في الشوارع. وعلى فكره لو سمعنا كلامكم وحرمنا البنات من الخروج، هما دلوقتي ما بقوش بيكتفوا بالبنات، هما بقوا بيمسكوا الصبيان كمان. الكلام ده بس للناس اللي ما عندهمش عقل، ما عندهمش فلتر في عقلهم بيعدوا الافعال دي عليه، وطول الوقت عايزين يعيشونا في ظلام ويعيشونا في حاجات كده معرفش بيجيبوها منين، لا دين ولا علم ولا اصلا عقل بيقول الكلام اللي هما بيقولوه. اول ما واحد بيتحرش بواحده في الشارع بيبرروا له، بيجيبوا له مبرر من تحت الارض. الحقيقه ان احنا من هنا ورايح عايزين الناس اللي بتبرر دي نواجههم بحقيقتهم، ان هم يا اما برضو مجرمين زي الناس اللي بيبرروا لهم، يا اما هم مربيين عينه من المجرمين دول. فاحنا محتاجين برضو احنا نتكلم زي ما بنسيبهم يتكلموا، او زي ما سيبناهم يتكلموا على مدار سنين، لدرجه ان هم نشروا الفكر الشيطاني اللي الشيطان دايما عايز يمشينا عليه. بالمناسبة انا عامله لكم فيديو كامل ازاي الشيطان بيضحك علينا، وازاي الشيطان بيقدر يستخدم الناس دي علشان ينشروا الفساد في العالم وفي الدنيا. لان ببساطة ربنا قال نغض البصر للراجل والست، لو كانت الست هي السبب يعني، او الست اللي ماشيه مش تمام من وجهه نظركم، ربنا امر الراجل ان هو يغض البصر، وامره ان هو يفكر بعقله اللي رزقه بيه وميزه عن بقيه المخلوقات. العقل اللي دايما هنتسأل عنه، انت ليه ما شغلتش عقلك؟ ليه ما خليتش عقلك يتحكم في غرايزك؟ لان احنا مميزين عن الحيوانات بالعقل بس. فلو ما شغلناش العقل وشغلنا الغرائز الحيوانيه هناكل في بعض. تعالوا بقى نتنقل للحالة التانية، الحالة اللي فيها شخص سوي، مش شخص مجرم ولا شخص عنده شهواته هي اللي ماشية، شخص أهله ربوه على القواعد والقيم والقوانين والأخلاق. الشخص ده مثلا عايز ياكل أو عايز يتجوز، الفعل اللي هو هيقوم بيه هيبقى عايز يقوم بالموضوع ده بطريقة شرعية بالحلال زي ما بنقول كده، أو بطريقة طبيعية
طبيعية علشان هو شخص سوي مش عايز لا يسرق ولا يعتدي على حد. الشخص ده الأنا قادرة توازن ما بين رغبات اللي هو عايز يتجوز وعايز يتقاصر وعايز يعمل الحاجات اللي عايز يعملها دي كلها، ما بين الضمير اللي بيعرفه وبيفهمه ان هو لازم يعمل الحاجات دي بطريقه كويسه يا اما يصوم. فالشخص ده بيقرر ان هو طالما عايز يتجوز فهو هيبذل مجهود ويشتغل، يعمل شويه جمعيات، يحوش، يطلب من اهله يقفوا جنبه ويبتدي يكون اسره سعيده ويفتح بيت. اللي بالمناسبه عامله لكم سلسله كامله ان شاء الله هتعلمكم وتدربكم ازاي تكونوا اسر سعيده، وازاي نقدر نكون ونبني مجتمع آمن مكون من شوية أسر كده سعيدة وجميلة ومتربيين كويس عايشين مع بعض. هنبعد بقى عن الأفكار اللي كانت مبوظة لنا المجتمع ده، هنلاقيه في سلسلة جاية إن شاء الله. دلوقتي الشخصية السوية دي خلاص خدت قرار إن هي هتبني أسرة بطريق مشروع. دي الحالة التانية اللي الشخص بيكون فيها سوي. تعالوا بقى للحالة التالتة اللي ممكن يحصل فيها اضطراب. الحالة التالتة دي اللي هو عايز ينفذ كل المتطلبات بتاعته تحت أي وضع. الأنا ضعيف، مش قادر ياخد قرار إن هو يشتغل ولا قادر ياخد قرار إن هو يفكر في طريقة كويسة يقدر ينفذ بيها رغبات اللي هو. الأنا الأعلى الضمير بيكون صاحي وموجود، فبيطلب من اللي هو إن هو يصوم ويجبت رغباته وما يتكلمش فيها تاني نهائي. فهنا بيحصل صراع جوه الانسان. من ضمن الحاجات اللي بتحصل من خلال الصراع ده او نتيجه للصراع ده هو الكبت. الانسان بيفضل يكبت في رغباته الطبيعيه اللي ربنا خلقه بيها، لان الانا ما كانش قوي كفايه او ما كانش متدرب كفايه ان هو يقدر يواجه كل المتغيرات اللي في الحياه، من المتغيرات اللي بتحصل في العيله او في المجتمع، علشان يقدر ينفذ ويلبي رغبات اللي هو بطريقه ترضي الانا الاعلى. فالانا الاعلى بتطلب من اللي هو ان هو يكبت كل الرغبات اللي جواه يدفنها جواه، فبالتالي بيحصل اضطراب للشخصيه دي. ما بيتحولش لمجرم بس ممكن يتحول لمريض، والمرض النفسي ممكن جدا لو ما لحقناهوش يتحول لمرض ذهني او عقلي لا قدر الله. طيب اللي بيحصل ده ازاي نحمي اولادنا ونمنع ان هو يحصل له؟ المفروض احنا كاهالي اول ما بنجيب اولادنا او قبل ما بنجيب اولادنا ناخد دورات او كورسات او نبتدي نتعلم ازاي نقدر ندرب اولادنا ان هم يقدروا يتحكموا في مكونات الشخصيه اللي جواهم، اللي هو الضمير والغرائز والانا، ازاي يقدروا يوجهوا احتياجاتهم ومتطلباتهم لطريق صحيح، ازاي يقدروا يتدربوا ان هم ينفذوا كل اللي عايزينه بطريقه كويسه. لان الحقيقه احنا هنتسال عن كل افعال اولادنا، مش هنتسال احنا اكلناهم وشربناهم بس ولا لا. لان هرجع اكد عليكم تاني ان كل المخلوقات اللي ربنا خلقها ممكن بعد ما بتتولد على طول بتقدر تاكل وتشرب لوحدها، ممكن تقف على رجليها وبتتحرك، الا الانسان بيقعد كذا سنه المفروض مطلوب من امه ومن ابوه يرعوه، ولو ده ما حصلش الطفل ممكن يموت. علشان كده ربنا خلق الانسان في البدايه ولا بيمشي ولا بيتحرك ولا بيروح في مكان غير برعايه الوالدين، وده لحكمه ربنا عايز يفهمنا ان احنا مسؤولين عن الكائن ده. تعالوا بقى مع بعض ناخد شوية أمثلة كده أنا فاكراها دلوقتي. انتوا ممكن كمان تزودوا على الأمثلة دي وتكتبوا لنا في الكومنتات امتى لما بيكون عند الشخص اللي قدامنا ده اضطراب، أو لو احنا لا قدر الله عندنا اضطراب في الشخصية ومشاكل ما بين المكونات الثلاثة اللي بيحصل. أنا هقول لكم الحاجات اللي جاية في ذهني دلوقتي. أول حاجة السلوك الإجرامي للمتحرش، اللي بيتحرش وبيعتدي، أو للي بيسرق، أو للي بيضرب إنسان. ده سلوك إجرامي بيتم معاقبته عن طريق القانون. في سلوكيات تانية الإنسان بيأذي نفسه بيها ممكن القانون ما يكونش بيعاقب عليها، زي الخيانات الزوجية. الابن بيتجوز، المفروض ان لما بيتجوز او قبل ما يتجوز بيكونوا الاهل دربوه وفهموه ان كل الاحتياجات اللي انت عايزها بتاخدها من مراتك، وانت ومراتك بتلبوا لبعض كل الاحتياجات.
انت المفروض تكون قوي كفاية علشان تقدر تدير العلاقة. ولما بيكون في خلل في العلاقة تجيب مراتك كده زي الباشا وتقعدها معاك زي الهانم، وتتفقوا مع بعض نحل المشكلة اللي ما بيننا ازاي. هنا الانسان ده بيكون الانا اللي جواه قوية كفاية انها قادرة تدير الموقف، ولا استسهل وسمع رغبات وكلام اللي هو وراح دور على علاقة تانية في الحرام بره، ولا سمع كلام الضمير وصام وكبت اللي جواه. جاب مراته وقعدوا هما الاتنين وفهمها ان احنا عندنا حاجة عايزين نحلها. لكن اللي بيحصل للأسف في مجتمعنا وبرضه بيؤدي للسلوك الإجرامي اللي هو التحرش، ان الانسان ما بيتدربش من البداية على ان المفروض انت رغباتك واحتياجاتك تلاقيها مع مراتك، ومراتك برضو رغباتها واحتياجاتها تلاقيها معاك. فاللي بيحصل هنا ان الشاب بيكون لسه متجوز ويروح يخون مراته، ولما الاهل بيكتشفوا اول حاجة بيرموا اللوم على مراته. ما بيفكروش ابدا ان هم ممكن يكونوا فشلوا في ان هم يدربوه ان هو يقدر يدير احتياجاته ويقدر يحققها من خلال مراته. لا لا خالص، لا سمح الله، هم ناس فله شمعة منورة وربوا ابنهم ودربوه. في الحقيقة هم ما بيبقوش عملوا حاجة خالص، هم بيكونوا بياكلوه ويشربوه بس، لا ربوه على المهارات الحياتية اللي المفروض يقوم بيها، ولا دربوه على ان هو يقدر يتحكم في الثلاث مكونات ويخلي الانا قوية لدرجة انها تقدر توازن ما بين المكونين التانيين. لا، كل اللي بيعملوه ان هم بيلقوا اللوم على مراته. الحقيقة ان هم ما بيكونوش ظلموا مراته بس، بيكونوا ظلموا الشاب او الولد ده كمان، لان هو هنا عمل حاجة حرام. الحقيقة اللي الزنا بيتعاقب عليه الراجل زي ما بيتعاقب عليه الست. التحرش اللي هو بيقوم بيه بره ده هيتعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة. ليه احتياجات يقدر يدور على الطريقة المناسبة اللي يقدر يلبي لنفسه احتياجاته من غير ولا يظلم مراته، ولا يعتدي على حد تاني خارجي، ولا يبص على مرات حد تاني، ولا يبص على بنت حد تاني. لان الانسان يحاول يلبي رغباته واحتياجاته بره، سواء عن طريق خيانة او عن طريق تحرش او عن طريق اعتداء. في الثلاث حاجات الانسان ده مش سوي، والانسان ده محتاج تدريب. فلو حضرتك بتحاول تدور على احتياجاتك بعيد عن مراتك، حاول تراجع نفسك وتدرب نفسك. ولو اهلك فهموك ان انت بتعمل كده علشان مراتك فيها مشكلة، فبرضه حاول تراجع نفسك، لان انت بتظلم نفسك. انت اللي هتتحاسب قدام ربنا، هتتحاسب على فعلك. دمتم بخير واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ده كان شرحي لنظرية فرويد في الفيديو ده. يا رب اكون قدرت اشرحها لكم بطريقة سهلة وسلسة ولطيفة، وقدرت اوصل لكم المعلومة اللي انا عايزة اوصلها لكم، ان المتحرش مجرم، المغتصب مجرم، اللي بيسرق مجرم، واللي بيعتدي علينا او على اولادنا او على اي حد في المجتمع مجرم. والمفروض القانون ينص على اقصى عقوبة، علشان لو المجرم ما تعاقبش هنتحول لغابة.